السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات في هذا الفيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه السلسلة ديال وجد راسك الجهوي. من بعد ما شفنا لي سيستيم النظامات، دابا غادي نشوفوا الدالة الخطية. غادي نشوفوا كيفاش كنصايبوا شنو هي الدالة الخطية، غادي نشوفوا مثال ديال كيفاش كنصايبوا الصيغة ديالها انطلاقا من الصورة ديال الأفصول ديالها. غادي نشوفوا هذا الشيء في لا فيديو باش تستافد من هذا لا فيديو تبعوا حتى الاخر. واذا استفدتي بارطاجي مع الاصدقاء ديالك ودعمنا بلايك وكومونتير الملاحظات ديالك كل ما فهمتي شي حاجه. بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها شنو هي الداله الخطيه. الداله الخطيه كما كتعرفوا كتكتب على الشكل اف دو اكس كتساوي AX. هذا هو المعامل ديالها، هذا هو لابونت. ديك لابونت اللي كنا شفنا في معادلة مستقيم ليكواسيون ديال دغوار. معادلة مستقيم مثلا كنا كنكتبوها على هذا الشكل y كتساوي AX بلس واحد العدد b. هنايا في الدالة الخطية ما كيكونش عندنا الأرتبة الأصل، عندنا الأصل. علاش؟ عندنا الدالة الخطية كدوز من أصل المعلم، كدوز من المعلم من هنا من صفر، كدوز من الاصل ديال المعلم كدوز من هنايا. داكشي علاش الداله الخطيه ما عندهاش هذيك زائد بي، ما عندهاش. متفقين؟ هذه هي اهم حاجه خصكم تعرفوها على الداله الخطيه، كتكون غير اكس، يكون فيها غير لابونت المعامل الموجه او اكس. متفقين؟ اللي كنسميوها كويفيسيون، كويفيسيون كنسميوها المعامل كويفيسيون. متفقين؟ المهم الداله الخطيه كتكتب على شكل اف دو اكس كتساوي اكس. متفقين؟ دابا عندنا في هذا السؤال حدد الداله الخطيه اف جي اش. عندنا ثلاثه ديال الداله الخطيه اف جي او اش. حنا خصنا نحددوا كل واحد الصيغه ديال الداله ديالو، يعني غنكتبوا اف بدال اف دو اكس بدلاله اكس. شنو غادي نديرو هناك؟ لاحظ عندي قلنا الكتابه ديال الداله الخطيه شنو كتكتب اف دو اكس كتساوي اكس. يعني باش غادي نعرفوا حنايا هاد هي خصنا نقلبوا عليها. شنو غنديروا؟ غنجيبوا هي اف دو اكس مقسومه على اكس كتساوي متفقين؟ دابا في هاد الحاله عندنا اكس شنو هي؟ عندنا هي 9 ياك، عندنا اف دو اكس هي 9، عندنا اف ديال 9 وعندنا اكس شنو هي 9. حتى هذا اللي داخل راه هو 9. متفقين؟ هو 9. اذا اف ديال 9 عندي هي ناقص 18 مقسومه على 9، اكس هي 9. اف ديال 9 هي ناقص 18 مقسومه على 9، اذا كتساوي ناقص 18 على 9 كتساوي ناقص 2. متفقين؟ اذا هذا هي ناقص 2، وبالتالي اف ديال اكس كتساوي ناقص 2 اكس. هكا نكونوا كتبنا الصيغه ديال اف، يعني هي اف دو اكس كتساوي ناقص 2 اكس. دابا غادي نشوفوا الجي، الداله الخطيه جي. نفس الطريقه عندي هي الجي ديال ناقص 5 على ناقص 5. متفقين؟ عندي الجي ديال ناقص 5 هي 3، هاي جي ديال ناقص 5. الصوره ديال ناقص 5 هي 3، كتقرا بحال هكا. هذه كنقولوا هذه الصوره ديال ناقص 5. متفقين؟ هذه كتسمى ليماج ديال ناقص 5. اذا ليماج ديالي هي 3 على ناقص 5، اذا هي ناقص 3 على 5. اذا جي دو اكس عندي هاد ناقص 3 على 5 هي لابونت على ناقص 3 على 5 اكس. هكا نكون كتبت الصيغه ديال جي دو اكس. دابا نفس الطريقه عندنا اش، غنكتبوا الداله اش الصيغه ديالها اكس. متفقين؟ هي اش ديال ناقص 2 على ناقص 2. متفقين؟ شرحنا هي اش ديال اكس على اكس، وعندي هاد اكس هو ناقص 2 يعني مقسوم على ناقص 2. اذا الصوره ديال ناقص 2 هي ناقص 6، كنقسموها على ناقص 2. اذا ناقص 6 على ناقص 2 ناقص مع الناقص كتمشي تبقى لينا 3. 6 على 2 3. اذا الصيغه ديال اكس ديال اش دو اكس شنو غتكون كتساوي؟ عطاوني الجواب هنا نحطو 3 اكس. متفقين؟
اذا كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. فيديو كما قلت لكم في الاول غادي يكونوا قصار، ولكن كيكونوا كيصلحوا بالضبط واحد المشاكل اللي ما كتفهموهمش، هما اللي كيشكلوا لكم مشكله في الدروس. كنمشيو حنا دقه دقه من السهل المتوسط للصعيب. الا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. خليو لي في لي كومونتير الا كان عندكم شي مشكل. غادي نخلي لكم واحد السؤال هنا وغادي تعطيوني الصيغه ديال هاد الداله. مثلا عندي الداله ان ناقص 5، عندي الصوره ديالها مثلا 8. حددوا لي هاد الداله وخليو لي الجواب في لي كومونتير. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الشرح اللي درت في هذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وإلا عجبكم الكونسيبت كتبوا لي في لي كومونتير. الا كان عندكم شي مشاكل كتبوا لي في لي كومونتير ونجاوب عليهم على شكل فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشروحات. الله يعاونكم.